السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. بدون مقدمات، اليوم باذن الله غادي نشارك معكم واحد الكريسات اقل ما يقال عليهم انهم رائعين، خفاف بنان هشاش وقطنيين. الاهم انهم اقتصاديين وسهلين في التحضير، ناجحين من اول تجربه خصوصا المبتدئات. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تعجبكم وتجربوا هذه الوصفه بالصحه والعافيه. قبل ما ندوزو للطريقه والمكونات، ما تنسيش اختي واحد جيم لا فيديو، الاشتراك في القناه الا كنتي اول مره كتشوفيها، والبارطاج مع الاصدقاء والاهل باش تعمل فائده. ودابا ندوزو للتفاصيل وفرجه ممتعه. بسم الله. باش نحضروا هاد الكريسات هادو غادي نحتاجو 2 الكيسان د العنبه ديال القرعه مطحونه، القرعه الحمراء، يعني غادي تاخدوا تقريبا واحد 100 حتى ل 150 غرام ديال القرعه الحمراء. غادي نقطعوها طريفات، اما نبخروها واما نسلقوها في شويه ديال الماء. نطحنوها مزيان، ما يبقاوش فيها حتى شي تكتلات. ممكن تزيدوا واحد القبيصه ديال الكركم اولا الخرقوم البلدي باش تعززوا اللون، تخرجوا داك اللون برتقالي. وغادي تعبروا 2 الكيسان د العنبه. غادي نحتاجو كاس العنبه ديال السكر حبيبات. السكر طبعا تيبقى على حسب الذوق. ايضا غادي نحتاجو نصف كاس عنبه ديال الزيت النباتيه. غادي نحتاجو 70 غرام ديال الخميره د الخبز، يعني كتبقى على حسب الجو. دابا الجو بارد ضروري غادي دير شويه ديال الخميره زايده، يعني باش ما يبقاوش يعني يتعطلوا في التخمار. غنحتاجو بيضه، نصف كاس عنبه ديال الماء دافي. هاد الماء هذا يعني في الاول ديال الوصفه غادي نخدمو بالقرعه بالزيت بالبيضه. وإلا خصنا ما تجمعش لينا الخليط غادي نضيفو هاد نصف كاس عنبه. نقدروا نكملوه، نقدروا لا، على حسب نوعيه الدقيق. غادي نحتاجو مبشور برتقاله، يعني ليمونه محكوكه. وغادي نحتاجو ملعقه صغيره ديال الزبده بحراره المطبخ، نصف ملعقه صغيره من الخميره الكيماويه الخاصه بالحلويات، الملح حسب الذوق، شويه ديال الملحه. غادي نحتاجو الفاني، يعني بغيتو ديروا واحد الساشي ديال الفاني ديروه، بغيتو ديروا الفانيليا السائله ديروا واحد المعلقه كبيره. وغادي نحتاجو كيلو من الدقيق الابيض، الا كان عندكم الخاص بالحلويات كان افضل. في واحد الاناء غادي نغربلو الدقيق، وغادي نضيفو المكونات كاملين دفعه واحده. يعني هاد الكريسات هادو ما فيهم حتى شي تعقيدات، ساهلين ماهلين وكيوجدوا دغيا. غادي نحاولوا نجمعوا العجين ديالنا غير بدوك السوائل اللي سبق لي قدمت. ومن بعد غادي نبقاو نضيفوا داك شويه ديال الماء، يعني داك نصف كاس عنبه ديال الماء الدافئ غنبقاو نضيفوه بالتدريج. نقدروا نكملوه نقدروا لا، كيف سبق لي قلت لكم على حسب النوعيه ديال الدقيق. هاد العجين هذا ما كيلصقش في اليدين، ما يعني كيجي قاصح شويه في اليدين، ماشي قاصح بزاف يعني شويه. الناس اللي متبعيني راه سبق لي يعني حضرت معكم القراش البلديين بطريقه سهله. والعجين يعني قاصح شويه، ما كيلصقش في اليدين. يعني ماشي شرط انه العجين يجي خفيف بزاف وكيلصق في اليدين باش ينجح معنا هاد القرص او لا دوك القراش البلديين. لا، انا يعني في الغالب اللي كنعجن واللي كنخدمهم العجين تيكون شاد في راسو، ما تيلصقش في اليدين. كيف شاهدتوا هنا انا كنضيف الماء شويه، يعني احتاجيتو لان دوك السوائل مجمعوليش المكونات. هنا كنضيف شويه الماء بالتدريج حتى غادي نجمع العجين ديالي. كيف كتشاهدوا عاونت شويه بهذا الطراب الخاص بالعجن، يعني باش نربح الوقت. ممكن تكملوا غير بيديكم ماشي مشكل. هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه في العجين، ما كيلصقش في اليدين كيف كتشاهدوا. غادي نرشو شويه ديال الدقيق على سطح العمل، وكاخر مرحله غادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال الزيت النباتيه. وهذا سر من اسرار نجاح هاد الكريسات. وحتى القراش البلديين راه كندير لهم هاد الطريقه هادي. صافي، وغادي نخدم شويه العجين فوق سطح العمل غير باش ندخل فيه ديك الزيت، غير تقريبا واحد دقيقه ولا جوج وصافي. هذا هو اللي شاط ليا في الماء، يعني ماشي بزاف. كيف قلت لكم كيبقى على حسب نوعيه الدقيق. شكلت واحد الحربول هنايا وغادي نقطع قطع صغيره، يعني في نفس الحجم تقريبا. الا عندكم الميزان عبروا القياس اللي بغيتو. 110 غرام هذاك هو القياس، يعني من غير الا كنتو باغيينهم صغار بزاف. صافي، غادي نشكلوا كويرات في نفس الحجم.
من بعد غادي نرشوا شويه ديال الدقيق على في واحد البلاطو، وغادي نحطوهم على جنب نغطيوهم، عاد غادي نبقاو في التشكيل. ها نتوما كيف كتشاهدوا العجين كيجي رائع، ما تيلصقش في اليدين. في الغالب الدقيق غادي نحتاجو غير ملي غادي نبدا نطلق الكريسات. هنا كيف كتشاهدوا انا كملتهم، غادي نغطيهم بواحد المنديل وغادي نبدا في التشكيل. هنا غادي نطلقهم بالدلاك، يعني احسن حاجه تلقوهم بالدلاك باش يعني كتربحوا الوقت وكيسهل عليكم الحال. كيف كتشاهدوا ها نتوما راه شادين في راسهم، العجين ما كيلصق ما حتى شي حاجه، وكيجيو مفشفشين وقطنيين، كيجيو قمه الروعه، وصراحه اللي كلاهم كيعجبوه. هذا هو السمك اللي كنحصلوا عليه. يعني ما تخليهمش غلاظ بزاف وما ترققوهمش عاوتاني تيلصقوا مع سطح العمل، لا. صافي مني غادي نستفوهم في اللاطات اللي غادي يدخلوا للفران. هنا شديت واحد البيضه طربتها وصفيتها. الناس اللي كيعرفوني دائما راه كنصفي البيض باش كنحصلوا على واحد النتيجه اللي مزيانه. يعني هذه نصيحتي لكم دائما، بداو تصفيوها باش ما تبقاش تحمق لكم راسكم بدوك الشوائب اللي تيكونوا فيها. غادي ندهنوا هكا الكريسات ديالنا وزينوهم باش ما بغيتو تزينوهم بزنجلان او لا. انا هنا استعملت شويه ديال اللوز كونكاسي باش نبدل، لان الزنجلان في الغالب تنديرو في القراش البلديين. نخليوهم يخمروا مزيان وتضاعف الحجم ديالهم، ونطيبوهم في الفران اللي مسخن على درجه حراره 200. وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الكريسات ديالنا. كيف شاهدتوا في التقديم كيجيو رائعين، والرائحه يا سلام. تبقاو على خير، نتلاقاو شي فيديو اخر بحول الله، مع السلامه.